اول حاجه الاهلي خلاص قرر ان هو يشتري مصطفى العش بشكل نهائي من نادي زد. الصفقه دي هتكلف الاهلي حوالي 50 مليون جنيه، بس الاهلي طبعا مش هيدفع في الصفقه كل المبلغ ده، في مقابل مادي هيدفعه، وكمان هيخش خالد عبد الفتاح في الصفقه بيع بشكل نهائي، وكمان اعاره لاحمد رضا. نخش بقى على الصداع المزمن بالنسبه للنادي الاهلي وهي الجبهه الشمال. الاهلي خلاص قرر بشكل كبير ان هو يتعاقد مع احمد شكري لاعب سيراميكا الباك الشمال بتاع سيراميكا مقابل 50 مليون جنيه، وزي ما قلت لك برضو نفس الكلام زي مصطفى العش بالظبط. الاهلي مش هيدفع المبلغ ده كله في الصفقه، الاهلي هيدفع مبلغ مالي. وخد بقى عندك مين كمان هيتكل على الله، كريم نيدفيد وعمر كمال عبد الواحد بيع نهائي نادي سيراميكا بالنسبه للنادي الاهلي، كمان اعاره لرضا سليم، واحتمال يكون في واحد رابع كمان اعاره. فالاهلي هيخلص من اتنين تقال قوي على قلب الاهلاويه وهم كريم نيدفيد وعمر كمال عبد الواحد. اللعيبه ما ادتش بشكل كبير، كريم نيدفيد بقاله في الاهلي سنين، خد فرصه مره واثنين وثلاثه وعشرة وخلاص مفيش مفيش منه بقى خلاص. وكمان هيطلع رضا سليم اعاره ان كيس بقى عرف بقى يظبط مستواه ويرجع الاهلي تاني او لا، الله اعلم، واحتمال يكون فيه واحد رابع.